يلا يا ريس. ايه عايزه ايه يا اسماء؟ اسمها مين؟ مين هناك؟ ايه الملمومين حواليك ده؟ يا عم عملوا ايه بتاع الجيش وعيد. محمد رضوان هنا ولا مشي؟ مين؟ رضوان بقول لك مش ماشي غير اخر النهار. اما هو مش عايز نركب معاه. ممكن نتمشى على فكره. ولا حاجه واحنا ماشيين حتى ناخد كام صوره حلوه. حطيت الكاميرا في الشنطه يا هاني بيه؟ اه يا حبيبي. الكاميرا حطيتها؟ امن على حاجتك برضه. عايزين برنيطه بس الواحد في شمس تلسعه. بالك يا وش. ليك بالك يا وش. على الفرق. زي ما انتوا ماشي بقى. كلهم استحملوا شويه بس نص دقيقه كمان عشان نزحها بس في القناه. يلا يلا يا شباب يلا. تحيا مصر تحيا مصر 30 مرة يلا بقى. نوعي كمان في الخدمات اللي بتقدم للعمال. نقدر ازاي النهارده نعمل غطاء تاميني وصحي وكمان نراعي ظروفهم كلها. حضرتك تشوفي ده ازاي النهارده؟ انا مش اول زياره على فكره، هي دي القافله رقم 4 بالنسبه لنا.
النهارده احنا بننسق مع الهيئه الهندسيه مع معالي المحافظ ومع سياده اللواء ايه الاحتياجات اللي هم مطلوبه. على طول بنسرع على ان احنا نبقى الاوائل، احنا اللي لازم ننفذ بسرعه، خاصه ان العماله اللي بتشتغل في المشروع دوت هي عماله غير منتظمه وتقع تحت رعايه مظله القوى العامله والوحدات التابعه ليها على مستوى المحافظات. جايبين النهارده في القافله الرابعه محركات محولات كهرباء وكرفانات للاعاشه وكرفانات دورات مياه متحركه ومواد غذائيه وطفايات حرائق ومواد غذائيه وميه. مش هتكون الاخيره باذن الله، وطول ما هم موجودين بيشجعونا وبيدونا دعم جامد ومتواصلين معانا ان شاء الله باذن الله هتبقى خير. عايزه اقول ان انا عندي اللي عندهم رغبه بس ان هم يشتغلوا ومستعدين يسيبوا شغلهم ويبقوا يشتغلوا في المحور. قاعده البنات وصلت عندي ل 9000 واحد راغب في العمل في مشروع المحور. اتمنى ان المراحل اللي جايه نستوعب كل هذا العدد باذن الله، زي ما رئيس الجمهوريه وعدهم ان المشروع هيستوعب اكثر من مليون واحد. الكلام لما هيطلع من حضرتك هيبقى كلام مختلف. ازاي الطريقه الشرعيه ان انا يعني التحق باي وظيفه هنا، او ان انا اقدر اكون موظف هنا او اعمل هنا؟ يدخل على الموقع بتاع الوزاره ويسجل على الصفحه بتاعته. في عندي صفحه راغب في العمل وفي صفحه للشركات اللي طالبين العمل. يدخل يقول بياناته وخبرته كلها بالتفصيل اللي موجود ويملى كل البيانات اللي في الاستماره. القاعده مش بيتدخل فيها بشر. الشركه اللي هتقول انا عايزه مهندسين هيطلع المهندسين، عايزه فنيين هيطلع الفنيين. احنا مش بنتدخل على حاجه، مفيش واسطه، مفيش كوسه، مفيش اي حاجه ابدا. الاشراف كله يا فندم هيبقى من عن طريق القوى العامله ان شاء الله يا فندم باذن الله. احنا النهارده جايبين 60 سواق كما اللي طلبهم احنا جايبينهم فاحنا جايبينهم. لو ممكن برضو التواصل عن طريق المكتب يا فندم، والمكتب بيصب عند حضرتك عشان اللي بيجي بايده هنا، والمكتب اللي مفتوح للقوات المسلحه يبقى الكلام ده موجود. لان في ناس ما بتعرفش تقرا وتكتب وتدخل على النت. وطرح الكلام عن بدايه بقى الاستثمار في المشروع بشكل اكبر. اعتقد ان دي يعني جهد اقوى وجهد اكبر على الهيئه الهندسيه. شايفين خطوات بقت اسرع. حضرتك كنت متوقع ان ممكن المرحله الاولى تاخد 6 اشهر ولكن ممكن تكون في اقل من كده. في البدايه قبل ما ارد على سؤال حضرتك، انا برحب بسياده الوزيره على ارض المشروع اللي هي ارض مصر، ارض سيناء، ارض الفيروز، الارض الطيبه. هي وسياده المحافظ اللي هو احمد الخصاص، اللي زي ما هو ذكر انا اعرفه من زمان. هو كان حكمداري في كليه القضاء والاركان، كان حكمدار فصلي وانا بعتز بكده وبتشرف بكده. سياده الوزير ده مش جديد عليه ان هو يأزرنا ويساعدنا ويجي لنا كل يوم ويتصل بيا ليل بنهار ويسالني لو انا عايز حاجه بيذللها لي في نطاق عمل المحافظه. يعني سياده الوزيره برحب بيها طبعا. لو سمحت لي بس اقول يعني الوزيره الدكتوره الست الشاطره جدا اللي شغاله ليل بنهار، بتكلمني الساعه 12 بالليل، الساعه 1 بالليل، الفجر، بتقول لي احنا جايين لك بكره. اقول لها لو سمحت يا ريت يبقى من الفجر علشان يبقى الجو كويس وحضرتك تشوف شغلك وانا اكمل اشوف شغلي. بتيجي من الفجر، ودي مش اول مره زي ما قالت لحضرتك، دي يمكن تاني مره تشرفنا ورابع مره تبعت للعاملين في المشروع قوافل الخير. من بدايه ما بعتت التيشيرتات والفانيلات والكبات وخزانات الميه وكل احتياجات، سواء مأكولات سواء مشروبات سواء مياه. دلوقتي جايبين كرفانات بتستخدم للإيواء وتستخدم في دورات الميه علشان العمال اللي بتقول ان احنا بننام في مكان مش لايق او ما فيش دوره ميه. لا، انا برد عليهم بقول لهم انت شغال في شركه والشركه بتاعتك موفره لك كل حاجه وعطيه لك مرتبك كامل وبتدي لك وجبه كامله الظهر، ولو هي ما ادركش وجبه يبقى متفق معاك على كده. ورغم كده القوات المسلحه جابت كرفانات وعملت منشآت خفيفه سريعه. والنهارده زي ما حضرتك شايف سياده الوزيره جايبه معاها كرفانات ايواء للافراد اللي موجودين وبنوزعهم، وحضرتك تقدر تعدي على كل القطاعات هتلاقيها متوزعه. يعني كل الكرفانات دي بالاضافه اللي جت، لو حضرتك مريت بكره الصبح هتلاقيها موجوده في الموقع كلها متجهزه. دورات الميه اتعمل لها ترانشات في الارض، اتزودت بحوامل. حضرتك يمكن ملاحظ فيه حوامل وخزانات ميه، يعني ما بنحطش دوره الميه كده وخلاص، لا، يعني بنجهز الموقع عشان يليق بالقوات المسلحه وبسياده الوزيره اللي جايبه لنا الحاجه بتاعتنا. النقطه الثانيه اللي بنتكلم فيها هي العماله. بنتكلم فيها اللي هي العماله. اللي بالنسبه للعماله سياده الوزيره مشكوره في اول زياره ليها اتفقت معانا واتفقت مع سيد وزير الدفاع. وزير الدفاع اداني اوامر، قال لي كل العماله اللي هتجي لك من القوى العامله
دي تشتغل في حدود تخصصاتها. يعني انا النهارده بشتغل في اعمال الحفر، وهنبدا ان شاء الله بكره او بعد بكره في اعمال التدبيش. يبقى انا كل اللي محتاجه دلوقتي ايه؟ سواقين قلابات، سواقين دنابر، عمال تشغيل لوادر، عمال تشغيل بلدوزرات، عمال تشغيل حفارات. يعني في البدايه انا باخد اللي انا عايزه فعلا. بتيجي كميات اعداد كبيره جدا، سياده الوزيره بتبعت لي كميات اعداد كبيره من اللي مسجلين عندها، انا بجيبهم هنا لازم اختبرهم. بشوف الناس اللي راغبه ان هي تشتغل معانا بالاسلوب بتاعنا، بالنظام بتاعنا، بالمرتب المجزي جدا اللي هو بياخده، بالاقامه معانا في الموقع. في ناس بتقبل وناس ما بتقبلش، اللي ما بيقبلش بيتفضل، واللي بيقبل احنا بناخده ونختبره. لازم اتاكد ان هو قبل ما يشتغل لازم يكون معاه رخصه. لو واحد جاي لي معاه رخصه على طول فورا بنسلمه العمل وبنتعاقد معاه. لو واحد جاي من غير رخصه بقول له طب روح، طالما انت مدرب وطالما انت بتقدر تسوق روح طلع رخصه، استخرج رخصه، لان انا مش هقدر اشغل واحد من غير رخصه. ده بالنسبه لعمال الحفر والتدبيش. ولحد دلوقتي مش عايز اقول لحضرتك احنا موظفين عن طريق الناس اللي جم من القوى العامله لا يقل عن 500 600 عامل بيجوا لنا، سواء جايين مع سياده الوزير النهارده او المره اللي فاتت، او بيجوا يقولوا احنا جايين من القوى العامله. كل الناس اللي بتيجي شغاله دي، والناس اللي كانوا موجودين عندنا حتى في الموقع وما كانوش مسجلين في القوى العامله، يعني العمال بتوع الشركات، العمال اللي مش جاي مع الشركه ومش جاي مع القوى العامله، سياده الوزيره مشكوره جت من المره اللي فاتت وسجلتهم في كشوف العماله الغير منتظمه، وبيتامن عليهم زيهم زي اي عامل. ده برضو موضوع مهم، وده نشاط مهم وتم، وده امكانيه ثانيه او ثالثه ادتها سياده الوزيره للعاملين في المشروع. بالنسبه للسؤال بتاع حضرتك اللي هو احنا النهارده فين والنهارده وصلنا لكام، احنا زي ما قلت لحضرتك قبل كده، احنا وباكد على الكلام ده، مده تنفيذ المشروع سنه يا فندم 12 شهر. مده تنفيذ المشروع سنه 12 شهر. احنا بنقول احنا عاملين لنفسنا جوه السنه دي شهر احتياطي، بس الشهر الاحتياطي ده ملكي. يعني انا بتحاسب على 12 شهر مش على 11. ملكي ده عشان اكمل فيه قطاع ناقص، اعمل فيه قياسات هندسيه معينه، اعمل فيه مراقبه جوده، اعمل فيه اعمال تجهيزات هندسيه سواء لوسائل العبور بتاعتي او لقناه السويس، لمعرفه قناه السويس. يعني مده تنفيذ المشروع 12 شهر. ال 11 شهر دي بنقول ده العمل الفعلي. طب الحفر على الناشف احنا قلنا برضو 6 شهور. الحفر على الناشف 6 شهور كاملين. كون ان احنا قلنا ان احنا نقدر ندخل الكراكات خلال 3 شهور، ده مش معناه ان انا اخلص الحفر كله في 3 شهور، لا، ده انا هعمل اولويات جوه شغلي عشان ادخل الكراكات في 3 شهور. طب جينا عملنا تاني بناء على اوامر القائد العام للقوات المسلحه والسيد الرئيس شخصيا بيتكلم كل يوم وبيطمن على المشروع وعلى خطوات العمل ومعدات التنفيذ. امر ان احنا يا ريت نضغط شويه المده بتاعه الحفر على الناشف عشان ندخل الكراكات مبكر شويه. احنا الحمد لله ربنا وفقنا، وبقول لحضرتك وحضرتك تقدر دلوقتي وكل اللي موجودين مع حضرتك يطلعوا موقع الكيلو 95 في الدفرسوار والكيلو 60 في البلاح في اقصى الجنوب واقصى الشمال، يشوفوا الكراكات دلوقتي موجوده على الشاطئ. شلنا لها كل الستائر المعدنيه، شلنا لها كل التدبيش، شلنا لها كل شمعات الرباط، شلنا لها كل ما يمنع دخولها من حاجات صلبه او حديد عشان ما تكسرش السكاكين بتاعتها. الكراكات بدات فعلا تشتغل في المنطقه بتاعه الاطماء اللي هي داخل القناه الحاليه. ممكن النهارده وبكره كمان تخش في الشاطئ نفسه في التفريعه الجديده ان شاء الله. احنا بنطلع تقريبا، بنقول ان احنا بنطلع في اليوم يعني حوالين المليون متر مكعب. يعني مره ممكن يبقى 900,000، مره ممكن يبقى مليون، مره 1,050,000، مره 1,100,000. يوم الجمعه اللي فاتت واللي قبلها، وده كان للاسف كان يعني احنا ما كناش نتمنى كده، ان في مجموعه من العمال جم قالوا احنا شغالين بقالنا 3 اسابيع فيا ريت ننزل الجمعه. فنزلوا الجمعه، ما اقدرش امنعه برضه، هو عايز يروح يشوف اهله ويروح يشوف بيته، رغم ان في سواق اخر بيشتغل معاه، ولكن هو عايز يروح يشوف اهله، عايز يروح بيته، عشان ما اجيش انا هنا يبقى انا اثرت عليه اجتماعيا وبيته واسرته ساب اسرته. فهو بصراحه برضه قبض من الشركه اللي مشغلاه، او حتى العمال اللي شغال معانا احنا برضه قبضناهم، بنقبضهم كل اسبوع. فهو عايز ياخد قرشين يروح يوديهم لاهله يطمن عليهم، فنزلوا يوم الجمعه اللي فاتت. فعشان كده بقول لحضرتك احنا بنتكلم بمنتهى الشفافيه، عشان ما اقولش لحضرتك ايه انا بطلع كل يوم 1,000,001 تروح ضريب لي 30 في واحد يبقى 30.3، لا، انا بقول لحضرتك في بعض الايام بتبقى 9. يوم الجمعه اللي فاتت واللي فاتت دي مباشره واللي قبلها كان في حدود نص مليون. فاذا احنا بنقول بنتراوح يعني على المليون. يبقى انا النهارده تقريبا 2/9 تقريبا قعدنا نقول 28 يوم. احنا عملنا يعني بنهايه اليوم النهارده ان شاء الله نكون وصلنا بحدود ال 25 مليون، 24.5، يعني في الحدود دي ان شاء الله، ماشيين طبقا للخطه اللي احنا عاملينها. بطمن حضرتك وبطمن كل الساده المشاهدين وكل الشعب المصري العظيم المحترم اللي بيأيدنا من اول الدعوه لما الحد ما بيجي يساعدنا في شغل فعلا، بطمنه وبقول له المشروع ماشي كويس جدا.
المشروع ان شاء الله يخلص في ميعاده. اللي عايز يروح يشتري شهاده استثمار يروح يشتري فورا، لا يتباطأ، ما يتاخرش. الشهادات انا بقول لحضرتك انا مواطن مصري، انا ولادي واهلي واخواتي كلهم منتظرين بفارغ الصبر امتى يتفتح عشان يروحوا يشتروا. كل الناس تروح تشتري، محدش يبخل على مصر انه يساعدها في الظروف اللي احنا فيها. وان شاء الله علشان نقول يشارك ونقول ان هو شارك في حفر القناه الجديده، ونقول ان احنا حفرنا القناه الجديده بسواعدنا المصريين وبفلوسنا كمصريين. محدش اتدخل، محدش ساعدنا، محدش ادانا حاجه من بره. الناس اللي بتتكلم كتير بقى الفلوس والتكلفه كام، يعني انا اتمنى الناس تريح دماغها شويه، وانتوا ركزوا في شغلكم وكل واحد يركز في شغله. محدش يسال كتير التكلفه كام والراجل بياخد كام والمتر الحفر بكام. يعني خليكم انتوا بس ساعدونا وادعوا لنا وتاكدوا ان التكلفه الماليه هتبقى حاجه ما حدش يحلم بيها، ما حدش يحلم بيها. هتبقى اقل بكتير جدا من الكلام اللي بيعلن، لان احنا بنحاول نوفر كل مليم، بنحاول نوفر كل قرش عشان نوفره لبلدنا مصر ان شاء الله. في مشروع مصر القومي. We welcome you in newest national Egyptian project. تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة. The execution of the new Suez Canal. بمكتملاته اللي أشرحها لحضراتكم دلوقتي. In all its components that we will listen to it right now. هذا المشروع يعتبر يا ابراهيم بيتك حاجه دي ما بتنزلش ليه؟ سيادة النقيب أرض سيناء جاء النبي موسى، أرض سيناء مشى فيها سيدنا المسيح عيسى، أرض موسى جاء منها قوافل ورحلات وشغل تبع سيدنا محمد. جت هنا، احنا عندنا هنا دير سد كاترين، دير سد كاترين ده يتبعنا، دير سد كاترين في حماية من الرسول سيدنا محمد، حماية للدير. وأنا بناشد الشعب المصري وبناشد رئيس الجمهورية، دير سد كاترين نحافظ عليه لأن ده ثروة قومية. دير سد كاترين ياما ادى لمصر.
طابة رجعت بالمستندات كانت في دير سانت كاترين، قدموها الرهبان، قدموها لرئيس الجمهورية وقدموها في المحكمة، ورجعت لنا طابة بمستندات كانت في دير سانت كاترين. في دير سانت كاترين ثروة قومية لمصر، واحنا نشكر السيد رئيس الجمهورية على حفاظه على سينا، وبنوعده ان شاء الله احنا هنحافظ على سينا رملة في سينا، لان شهدائنا ماتوا هنا ودمهم هنا، وكل ما بنفحر هنا بنطلع شهيد مات في الحرب، ولكن احنا بنبقى سعداء فيه وبنخلده لان ده مات علشان تراب سينا، واحنا كلنا مستعدين ان احنا نموت عشان تراب سينا. شرف لينا ان انت موجود معانا النهارده حقيقه والله. دور بس يا باشا كده وشاور على الميه بقى لقطه برضه عشان نجيب الخلفيه في الميه. ده اول مره زياره ليكم طبعا يا شباب. ها في ناس جايه خالص. ماشي يا باشا. خد ده ممكن من قناه السويس، من السويس نفسها برضه تطبنا. عادي. زي الفل يا باشا. النجوم فوق يا باشا. ده من اول يوم عمل النهارده ولا امتى يا استاذ؟ من اول يوم ان شاء الله. لا صباح الخير يا مصر بالظبط. لمده ساعه الاول. ساعه هايل. ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك، تردنا ولم تمتحنا بما تعجب العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهتم. أما بعد فيا عباد الله ويا أحباب رسوله وحبيبه ونبيه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن الله عز وجل يعطي بالإخلاص بالعمل القليل الأجر الكثير، وقد لا يعطي على العمل الكثير الذي ينعدم فيه الإخلاص شيئا. النهارده طبعا شرفنا بزياره موقع قناه السويس، القناه الشرقيه، القناه الجديده. طبعا مشاعر يعني مزيج من مشاعر الفخر والاعتزاز بما يفعله رجال القوات المسلحه. وحينما اتحدث عن القوات المسلحه لانها هي بالفعل هي التي اخذت على عاتقها بالفعل مهمه التنفيذ، حتى وان كانت هناك استعانه بالشركات. القوات المسلحه بتثبت كل يوم بانها كما يعني هي بتحمي الوطن، هي بتشارك ايضا في بناء وتنميه هذا الوطن. بالطبع يعني ما شهدناه اليوم عمل عظيم شرفنا به مقابل كثير من المسؤولين وكثير من العسكريين اخواننا او ابناء القوات المسلحه الذين هم مصدر فخار ومصدر عزه ومصدر امان حينما يذكر القوات المسلحه المصريه. مشروع النهارده هو مشروع عالمي لا تقتصر اثاره الايجابيه على الاقتصاد المصري، بل سأقول أن آثاره الاقتصادية بتمتد لتشمل الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمي. نتمنى أيضا أن أقترح طبعا أن يكون افتتاح هذا ليس افتتاحا
تقليديا يجب بالفعل أن يدعى كل ملوك ورؤساء العالم لهذا ليشهدوا هذا المشروع الذي يطوع الجغرافيا. مصر هي صانعة التاريخ وهي أيضا متحكمة في الجغرافيا. أظن بالفعل أننا سوف نشهد على غرار هذا المشروع مشروعات كبيرة طالما هناك عقل في مؤسسة الرئاسة يعني يعمل ويصطحب معه حب الشعب المصري. أجدع ناس المنصورية. ها؟ بس هتنزلنا على قناة ايه؟ كله تمام. هقول لك بس يلا شوفوا لكم أجمل حاجة. شوف نفوسنا هناك. عادلين فراعنة الجليل الأولى عند وين براس النيل بلدياتنا تفعلوا كاش. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. دخلوك ولا في حد؟ خلينا السيسي ربنا يخليه لنا يا رب. ايوه. يحيى مصر ويحيى الوطن. ايوه. مصر غاليه قوي. كلم الفحمة بيصور. ايوه يا شيكابالا. بحمد ربنا ان انا عايش لحظه تاريخيه جيلي ما عاشهاش في ال 40 سنه اللي فاتوا دول، يمكن اكتر كمان. اتمنى يا رب المشروع ده يتمم على خير، بدايه نهضه بجد لمصر، نهضه حقيقيه بجد لمصر، بجد اللي في ايده يعمل اي حاجه للمشروع ده يا ريت بجد يعملها يعني. مش عايز اقول لكم انا يعني مش سعيد قد ايه، انا بجد سعيد وفخور جدا ان انا موجود هنا في الموقع ده. احساس جميل جدا ان الواحد يبقى في ارض سيناء، ارض مصر العظيمه. مشروع جديد، نصر جديد لمصر يوازي نصر اكتوبر وثوره 30 يونيو، يوازيهم في ان احنا بنتحرر من غزاة غزونا، من عدو كان موجود سواء في 30 يونيو او في حرب 6 اكتوبر، وجايين بنعمر ارض سيناء بمشروع جديد ان شاء الله يبقى فتحة الخير لمصر يا رب. جاي لي في التراوح.
يا محمد بتكلم معاك. اه احسن، برافو عليك. صورني ايه؟ عايز اخد صوره كده، بس انا عايز اخد صوره عند العربيات. هو تعالى كده هاني هاني صور الراجل صور صور عايز عشان ركز على حته الطينه دي وعملها تقرير. بس يا ماما تحيه من المحله لابطال القوات المسلحه. قول زي ما انتوا عايزين. تحيا مصر. صور يا عم. صور يا محمد. هو الراجل لوحده بينده؟ تحيا مصر. ماشي. تحيا مصر. ماشي. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. ماشي ماشي ماشي. مصر. استنى يا عم. تحيا نقابة المعلمين بأسوان. تحيا النقيب ياسين. أنا اللواء جمال العدل، قوات مسلحة، سلاح المدفعية. النهارده أنا موجود في موقع حفر قناة السويس، في أرض كلنا بنعتز بيها. أنا خدمت في الأرض دي عمري كله، حوالي 35 سنة، وأنا بخدم في أراضي سينا والجيش الثالث والجيش الثاني. فالنهارده لما جيت هنا أنا متأكد من كل اللي بيتم هنا شيء إنجاز متعودين عليه القوات المسلحة. أوامر تكليف القوات المسلحة دايما لما بتتاخد بتنفذ بشكل أفضل مما يتخيل الجميع. واحنا كلنا سمعنا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال الانجاز هيتم في سنه. انا على ثقه ان الانجاز هيتم في اقل من سنه. وسيادته لما اختار الشخصيه المكلفه بهذا الموضوع اللي هو كامل وزيري، هو عارف مين اللي هو كامل وزير، وعلشان كده كلفه بهذه المهمه لانه له انجازات سابقه متعدده. النهارده طبعا انا سعيد جدا ان موجود في هذا المكان. جايز انا ما جيتش هنا بقالي حوالي 3-4 سنين في ارض سينا، فالنهارده حسيت بعوده الحياه وعوده الروح ليا، وانا اعلم تماما يعني ايه قناه السويس. وكنا بنشتغل في تامين قناه السويس، انا بخدم هنا في الجيش الثالث، وعارف مدى العناء اللي بيتكلفه قافله الجنوب وقافله الشمال عند العبور من القناه، والوقت اللي كانت بتاخده وقت الانتظار، وعارف مدى القيمه الاقتصاديه اللي هتعود لبلدنا لما القناه الجديده ان شاء الله تشتغل وتجيب رد للمصريين، للشعب كله، اللي هيرفع مستوى الشعب، وخاصة الفئة البسيطة اللي احنا بنتمنى كلها انها تلاقي الشيء اللي تعيش بيه بشكل محترم وشكل كويس جدا. وفي الحالة دي طبعا زي ما احنا عارفين البطالة مش موجودة، اعمال البلطجة مش هتبقى موجودة، هنلاقي الناس كلها اصحاب وحبايب، والبلد تعيش في سلام وامان، ويبقى مصر ان شاء الله الريادة في وسط الدول العربية وفي وسط العالم زي ما كانت الاول، بلد الحضاره، بلد ال7000 سنه. وده مش كلام، انا سافرت دول اجنبيه كتير، واي حاجه بسالهم عن مصر البسطاء في دول العالم نقول له تعرف عن ايه عن مصر، يقول لك ام الدنيا. وفعلا مصر ان شاء الله ام الدنيا وهتبقى
بطه خلوهم يجمعوا الخبر يلا بسرعه. على جنب هنا كده في الجنب ويلا يتغذوا. تعالى يا فندم انا طالب الصوره مصوره. ماشي. مجموعه عمارات يبقى تقريبا جمعت كل شريحه الناس اللي ممكن تشتغل في منطقه قناه السويس، سواء مناطق صناعيه او مناطق سياحيه او مزارع سمكيه او ما الى ذلك. بالاضافه لاثنين مينا يا فندم، مينا لليخوت سياحيه ومينا لرسوم وخدمات السفن. بنطور الطرق بقى الرئيسيه. دعم التكنولوجي المحور قناه السويس من وزاره الاتصالات، جايين بنقدم الدعم هنا للناس اللي شغاله في المكان القائم عليه خدمات انترنت او غير العمال برضه للصحفيين والاعلاميين. ونستقبل بكره وزاره الوزير ان شاء الله يجي يفتتح النادي المتنقل يوم. انا هبعت لك الكهرباء دلوقتي. انا عايز اقول لك على حاجه من الاخر. وجهه نظرك ايه؟ ولا نو ولا كهربائي تعال تعال ها بص يا راجل العربيه بتاعت الفريق ديت عايزين نوصلها. يلا يا عم شغلها ايه لا قال لك طريق خلاص خد معاك بس اظن مش رايحه بعد كده. يا باشمهندس حد يتكلم العميد طارق بس لو سمحت. احنا بقى عم فرج عم فرج بص هنا وصلاح بص عشان الفراغ منور
خليهم بصوني كده عشان الفيديو هاخده هسجله. نعودة الله ينور. ابدأ ناس. صباح الفل يا سعد. الحاج بوزع ملبس هنا جاي لكم مخصوص يعني. قصدي على النت عماني؟ عندي في الموقع. الإسماعيلية كل مجموعة أنفاق عبارة عن 2 نفق سيارات ونفق سكة حديد تعبر من أسفل قناة السويس هنا وهنا قناتي السويس، يعني هنا هيعبر ما بين 2 قناة القديمة والجديدة. احنا خططنا ده يتربط مع الطريق الدائري شمال الإسماعيلية ويصل بطريق
اتفضل اتفضل. كلنا بقى ايه؟ لا يا باشا بس عبد يلا الايادي تسلم يا جيش بلادي تسلم الايادي تسلم يا جيش بلادي مصر 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 تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. ولا ابن مصر. لو في اي هتافات ماشي مفيش مشكله. زي ما انتوا يا جماعه ارجوكم. خش يا امجد. قول له لو في اي هتافات يا محمد تحيا مصر اي حاجه. وبنقولها من ارض الواقع تحيه. لو في هتافات تحيا مصر ولا اي حاجه يا جماعه. ايوه ماشي ماشي. مفيش انتظام نرجع اللي احنا كنا بنقوله يا اكرم تعالى. ان شاء الله وتحت السيسي ندعمه الشعب ان شاء الله يوفق البلد ديت للبلد طبعا احنا فخورين بالرئيس السيسي المشروع العملاق اللي هو اتعمل دوت على البلد ان شاء الله. ان شاء الله تحت السيسي ندعمه الشعب ان شاء الله يوفق البلد ديت للبلد طبعا احنا فخورين بالرئيس السيسي المشروع العملاق اللي هو اتعمل دوت على البلد ان شاء الله. 150 كل كيلو سكر باكل شبه 300 كيلو. 50 كيلو سكر باكل شاي. صح كده يا ريس؟ حاجه نجيبها ودول ده علينا بس ده علينا بس جايبين مكان النهارده ده هديه من الاهالي الاستاذ رمزي البطل الاستاذ رمزي خلاص يا باشا؟ هناخد فيديو يا باشا. خالد بيه خالد بيه في الصورة خالد يا استاذ خالد. لا طبعا دول اعلام مصر، دول ولاد مصر حقيقيين، وجمال عبد الناصر وانور السادات وحسني مبارك والمشير السيسي والفريق صدقي، كل رجال القوات المسلحه. يعني احنا محظوظين ان احنا جيشنا الجيش المصري، وزي ما انا قلت قبل كده في التلفزيون، يعني تحس بالعزه، تحس بالكرامه، تحس بالامان، تحس بالقوه وانت في وسط جيشك. ما بالك هو في قائد جيش هنا، قائد القوات البحريه، هو بيقود قناه السويس اللي حماها في عز الازمه. الجبناء المأجورين على مصر كانوا عايزين يخربوا مصر، واعتقد لو كانت قناه السويس اي مركب اتضربت ولا سفينه كانت بقت كارثه على مصر، ان كانت هي الرزق الحقيقي للشعب المصري هي قناه السويس. فانا بشكر كل رجال قناه السويس متمثل في سياده الفريق مهاب، لان هذا الرجل الفاضل ويمكن انا اعرفه من فتره مش من دلوقتي بس، وانا زي ما قلت لك البياده بتاعه العسكري قبل اللواء وقبل المشير وقبل الضابط، لان احنا ربنا حامي البلد دي بجيشها العظيم. رساله للروح الراحل العظيم المهندس محمود يونس. تقول يا فندم؟ لا مهندس محمود يونس، ويمكن انا كنت من مواليد الثوره على فكره، من مواليد 53. يعني الناس دي ناس عظماء، الناس دي ناس وطنيين. تخيل واحد بيحط رقبته على ايده عشان بلده. فالمهندس محمود يونس من نفس هذا الفصيل، من فصيل السيسي وفصيل جمال عبد الناصر وفصيل انور السادات وفصيل حسني مبارك اللي احنا عرفنا قيمته دلوقتي. من منا بلا خطيئه، وان شاء الله بكره يطلع براءه. تعالى هنا يا عمر كده. مش هتجيب. طب يلا.
اسماء. ايوه انت صورها بالعربي. لا بالعربي يا عمرو. منور يا كابتن مصطفى. نورت اسماعيليه يا فندم والله. رجالتنا دول منورين. ماشي يا باشا. البياده بتاعتهم تنور اي حته. ما شاء الله الشغل هنا. لا شغلنا احنا خليك احنا بنروح الساعه غدا الساعه بالليل بنمول اللودر تاني بس. اي ساعتين بس بنفصل. ويوم الجمعه كله احنا خد بالك العالم كله بيتابع القناه دي. بنفسكم بنفس الجيش ان شاء الله باذن الله. احنا كان بيقولوا 6 شهور جربنا بس احنا مش هنكمل 3 شهور. لا حلو والله يا رب يا رب. والله خير يا عبد الله. لا الجماعه كله شغال. مشاة في اللواء 114 مشاة في ابو عجيله ما بين جبلي لبنى والحلال، واحنا دوخنا اليهود هناك فهجموا علينا باللواء السابع جولاني، اكتسحوا الكتيبه واللواء بالجنازير، مات تقريبا 3/4 الكتيبه وعشنا تقريبا 5 ضباط من ضمن الكتيبه كلها. جبنا سينا طول وعرض، قعدنا حوالي شهر ماشيين في الجبل، وجينا عند قبل الأنطرة لقينا اليهود بيأسروا الضباط وبيعدوا الجنود، فقررنا ان احنا نموت نفسينا، مش عايزين نتأسر. فأقدم واحد فينا كان اللواء المرحوم صلاح حسين، كان مدير شرطة عسكرية بعد كده، قال قرار نموت نفسينا. ما لقيناش حد يموتنا لان قلنا الاحدث واحد فينا امير السبكي ايامها قال لا مش هموت حد، فقلت له انا موتنا صلاح، قال لا انا خاف من مين يموتني مش هلاقي حد. لجأنا للشاويش عبد القادر، موتنا عبد القادر. انا كتبت الكلام ده قصه وكسبت بيها جايزه الثانيه من المشير ابو غزاله وعلى 700 متسابق. موتنا عبد الخالق، قال لا يحاكموني في الكتيبه وموت حضرات الضباط، فما لقيناش حد يموتني. فلما لقيت العمليه كده فقلت له انا مش هموت نفسي صلاح، قال لي تتأسر؟ قلت له اتأسر، هيعملوا فيك ويسووا، هيعملوا فيا ويسووا، بس مش هموت نفسي. واحنا بنتكلم الكلام ده هنعدي القناه ازاي وهنفوت ازاي ونتأسر ازاي؟ معدي واحد عربي راجع من عند القناه في اتجاه لفوق. يا ابني انت كنت فين؟ انا كنت بوصل حضرات ظباط. احنا ظباط ومعانا بوصل ومعانا اليدات ونعرف نعمل ملاحه بريه، مش عارفين. فقال لك انا بوصل حضرات ظباط من حته ما فيهاش يهود. ماشي، قال لك ماشي. توكلنا على الله ومشينا معاه 40 كيلو اتجاه بورسعيد، طلعنا في حته اسمها الكاب وانقذنا هذا العربي السيناوي من الموت ومن القتل، وعشان كده انا بسقف. بعد كده الجيش يوزعه على المواقع للمقاولين. كل مقاول بياخد حصه ويطبخ. تمام. اجماليهم كام كيلو كده يا عم نصر؟ يعني ده يطلع بتاع الصافي لحمه ولا قايم؟ يعني لحمه. لحمه ده يطلع له بتاع 350 كيلو. هايل. وقايم يطلع 700. تمام. فيديو ولا صور؟ معاك يا عم نصر. عند 7. ده يعملوا 150 كيلو 160 كيلو. كويس قوي. ده برضه هتوزع لحمه نيه. ده هتوزع لحمه نيه. صينيه واحده؟ نعم. استاذ ابراهيم. ايوه. والصينيه الثانيه عايز سنتين. منور يا باشا. حبيبي يا عم نصر، منور يا حبيبي. الله يخليك يا حبيبي. ايش تعبون؟ ايش تعبون؟ 27. خلاص كده خلاص كفيل.
كلكم بتحبوا السيسي طبعا، ها؟ الجيل الجديد كله بيعشق السيسي. والله ده رئيس المباشر. الرئيس بتاعك كمان. والله رئيس المباشر في المخابرات الحربيه اكيد يعني. ايوه ربنا يخليك لمصر يا باشا. الجيش المحترم. الله يخليك. اهداء من الحاج عباده نافل مؤسس جمعيه ابناء القبائل العربيه، جمعيه ابناء القبائل العربيه. وهذا الغذاء اهداء من فخامه الشيخ عباده لغذاء للقوات المسلحه والعاملين بمشروع قناه السويس ولجميع العاملين في منطقه حافل قناه السويس. هذه المناسبه السعيده جمعيه ابناء القبائل العربيه تؤيد وتبايع فخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونحن العرب وخاصة قبيلة العيادة الظهير الشعبي لقواتنا المسلحة. لناتج هذا التطهير بيلقى في حاجه اسمها احواض ترسيب، اللي هي القوات المسلحه مع الاداره الهندسيه في قناه السويس مصممه هذه الاحواض عشان تستقبل ناتج التطهير او ناتج التكريم، اللي هو كل ما هو بيتم تطهيره تحت الميه بيسمى تكريك او تطهير. هذا الناتج بيتم طرده في احواض الترسيب اللي هي بيستفاد من الحفر على الناشف، ان احنا بنعمل احواض الترسيب ديت عشان تقدر تستقبل ناتج التطهير اللي هو تحت الميه. المعدل اليومي كام للتكريك يا فندم؟ احنا حاليا بداية لان احنا في مرحلة التشغيل بنعمل حوالي 20,000 متر مكعب في اليوم. تمام. 20,000 متر مكعب في اليوم، قابلة للزيادة بعد ما نمسك كل الارض وندخل كل القطاع المائي للقناه الجديده. في كراكات هتدخل في القطاع الاوسط؟ اكيد احنا شغلنا ده لتجهيز دخول الكرات الجديده.
منين صوابي؟ كده يا عم خد يا عم. لا مش ليه. لا مش ليه. لا يا ريس. يا عم رجله ولا ايه؟ ان شاء الله. لا هيبقى بعد بكره بقى. ان شاء الله. تيجي انت. بلغك بالحريه. يلا انا جاي اهو. 1 دكتور هو عنده رب وانا مش عارفه ده جنبه يعني اقصد حضرتك عرفت كده طب خلاص ماشي استنى بقى لما قست الضغط خليت سكر سكرك 151 تعال على العربيه غلط يا جماعه انت اصلا مريض سكر لا طبعا اللي غلط يتفضل على العربيه يعني ضغطك 140 فين الراجل كده الدار كده واقف بيشرح للناس